يعني ايه تكلس؟ بيحصل قشره حوالين الشريان صعب جدا تكسيرها، دي عاده كنا بنحولها قلب مفتوح. اسئله كتيره جدا بتجيلي عن تكلس الشرايين التاجيه. يعني ايه تكلس؟ احنا قلنا قبل كده ان بيترسب دهون جوه الشرايين، مع الوقت لما الدهون دي بتقدم جدا بتنشف قوي وبتتكلس وبيحصل قشره حوالين الشريان شبه بالظبط قشره البيضه، متكلسه جامد جدا وبقى صعب جدا تكسيرها، وبالتالي لما بنشوف حالات من دي عاده كنا بنحولها قلب مفتوح. أنا اسمي حسن، من حوالي 3 شهور تعرضت لأزمة قلبية شديدة جدا، ألم في الصدر، مش عارف آخد نفسي. رحت للدكتور قال لي أعمل لك قسطرة استكشافية، وللأسف القسطرة مش عاوز أعدي من الشريان كان مسدود جدا عن طريق التكلسات. الدكتور قال لي أنت محتاج قلب مفتوح، ولكني رفضت وبشدة. قلت أروح لأكتر من دكتور يمكن يكون في علاج بالأدوية، ولكن ربنا كريم رزقني بصديق وقريبي دليل على دكتور اللي هو الدكتور محمد عاطف. شاف السي دي وقال لي لا ينفع نعمل لك قسطره عن طريق جهاز الايبوس والدعامات والبالونات، وده جهاز بيكسر التكلسات اللي في الشريان. وكان اظرف حاجه انه في تعليقه بعد القسطره قال لي لو عايز تلعب كوره العب، والحمد لله انا كويس بزود كل حياتي والحمد لله رب العالمين. الحقيقه التقنيات الحديثه دلوقتي بدات تخلينا نقدر نفتت الكالسيوم ده بطريقتين. طريقه معروفه اسمها الشنيور الطبي بتكحت الكالسيوم ده لحد ما تفتته خالص، والطريقه الثانيه اسمها بالونه التردديه، ودي بالونه بتدخل جوه الشريان وبتدي موجات تصادميه قويه جدا بتقدر تعمل تكسير لطبقه الكالسيوم. وبعد ما بنكسر الكالسيوم المحيط بالشريان نقدر بسهوله ان احنا نفتحه ببالونه وبعد كده نحط فيه دعامه ونخلصك من القصه دي تماما. انا موجود للرد على استفساراتكم، احتجت اي حاجه ابعت لي في رسائل الصفحه، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.